يا سلام، مش عايزه اقول لكم الكفته كانت طالعه عامله ازاي. عارفين كده الريحه اللي تجيبكم من اخر الشارع؟ لو نفسكم بقى في شويه كفته زي بتاعه الحياتي واحلى كمان، كل اسرار انها تكون طريه وتكون متماسكه وفيها القطمه ومليانه طراوه وما تكشش وتفضل كلبوش، ما تقعش من على السيخ ولا من على الشبكه. وطبعا يعني كفته حياتي يعني وسك الغلابه، شويه سلطه خضراء خطيره، واكيد طحينه المطاعم. تعالوا اقول لكم بقى عملت كل ده ازاي. ده بقى كيلو لحم مفروم، عبارة عن 750 جرام لحم مفروم عادي جدا، وعليه 250 جرام لحم الدوش او البوش، بس ما بنحطش اللي للاسف بتسيح خالص وبتخلي عندي الكفته هنا مش متماسكه بالمره، ما بتديهاش طراوه. عندي هنا بقى بصلايه واحده متوسطه الحجم، ببشرها ناعم خالص، وبعدين بصفيها كويس جدا جدا من ميتها. ولو لقيتي اي حته بصلايه كبيره، مش المفروض خالص ان الكفته يبان فيها البصل خالص، فاحنا هنصفيها كويس جدا من الميه، ومش هنرمي الميه، هنحتفظ بيها، وهقول لكم هنستخدمها في ايه. هنركنها على جنب لحد ما يجي وقت. بضيف ايه بقى عندي هنا؟ بضيف ملح طبعا، بحط معلقه كبيره ملح لكل كيلو لحمه مفرومه. ومن امبارح من ساعه ما نزلت ان انا عملت كفته حياتي، كله بيسال هي ازاي ما بتكشش، هي ازاي متماسكه كده. السر كله في النشا. 3 معالق كبيره من النشا هيديكي كل اللي انت عايزاه. وكمان اخر حاجه بحطها رشه بيكنج باودر، وكلهم كانوا من تاج الملوك. تعالي اقول لك بقى على سر خطير. معلقه سمن بلدي يا جماعه على الكفته بتخليها طريه طراوه غير عاديه. هنا بقى البيضه مش هحطها كلها، انا هاخد البياض بس. البياض يعني طراوه، يعني يخلي الكفته بتلمع، يعني يخلي فيها قطمه، مش بحتاج للصفار، فما تحطوهوش. طبعا نقدر نستخدمه في حاجات تانية كتير. واخر حاجه بقى بحطها عندي هي الفلفل الاسود، وكمان بحب احط رشه جوز الطيب. يا جماعه انا عندي هنا كفته الحياتي مش هيرو فيها هي البهارات، لا خالص. الهيرو فيها يا جماعه عندنا هنا هو التركيبه كلها على بعض. بصي بقى، المفروض ان في ناس تقول لك حطيها في الكبه واضربيها وشين، انا بقول لك لا خالص. كفته الحياتي عمرنا ما لقيناها عجينه. كفته الحياتي بنلاقي اللحمه فيها، يعني اللحمه المفرومه بتكون مش ناعمه قوي، وبرده مش بتكون خشنه. فهنعمل ايه بعد ما نحط كل الحاجات دي؟ هنقعد نعجن فيها لمده 10 دقايق، عجن متواصل لحد ما يمسك كده كتله من حته اللحمه المفرومه او الكفته، الاقي فيه خيوط يا جماعه اتربت ما بينها. الخيوط دي هي اللي بتخليها بقى مترابطه ومتماسكه، ما تقعش عندك من على السيخ ولا من على الشبكه زي ما انا عملت. طيب هروح بقى ركناها على جنب، وتعالى اقول لكم هنعمل. فاكرين ميه البصل؟ هحط عليها معلقه هريسه شطه، وهحط عليها كمان زيت زيتون، ممكن احط عليها زيت عادي، وكمان هحط عليها معلقه عسل ابيض، ولو في معلقه عسل اسود برضو هتقضي الغرض. الاثنين بيدوني جليس كده للحمه المفرومه وبيخلوا لونها خطير. اخر حاجه بقى هحطها ملح وفلفل اسود وبس كده. هنا بقى هجيب الفنجان واحط فيه الفحميه، واحط عليه حته سمنه بلدي صغيره، واروح مغطيه عندي هنا كل الكفته. الحركه دي يا جماعه اختياري، عشان في ناس كتير بتقول لي الحركه دي مش حلوه يا فيفا بلاش نعملها. انا مش بعملها كتير، بس انا في حاجات معينه بحب اعملها. هدخل عندي بقى الكفته التلاجة تتشمع، ودي برضو خطوه اساسيه في احلى كفته حياتي. هعمل احلى سلطه حياتي او سلطه البوشي، وطبعا نطلع منها ويسك الغلابه. اول حاجه يا جماعه هي بشتغل فيها البصل. بقطع البصل جوليان كده رفيع، وبعدين ارش عليه رشه ملح وفلفل اسود، وبحط عليها ربع كوبايه خل، اركنها على جنب او في التلاجة لحد ما اقطع عندي بقى كل السلطه. عباره عن ايه؟ عن خيار وعن طماطم، وطبعا البصل قطعناه في الاول، وبحط بقى فلفل حار وبقطعه كبير عشان اللي مش عايز فلفل ما ياخدش فلفل. بعد ما قطعت عندي هنا بقى كل الخضار، هحط ايه؟ هحط الخضره. تخيلوا بحط ايه؟ شبت يا جماعه، مش هتتخيلوا بيبقى الطعم خطير ازاي في سلطه الحياتي. ممكن تحطوا بقدونس، ممكن تحطوا كزبره زي ما انتوا عايزين، واكيد عصره 2 ليمون، واخر حاجه بقى شويه الملح والفلفل الاسود، وطبعا كوبايه ميه كبيره من الميه الساقعه، ده علشان يطلع لي احلى ويسكي غلابه. هنقلب كل ده بقى، مش عايزه اقول لكم الميه بتاعه السلطه خطيره ازاي. هنركنها على جنب، وتعالوا نشوف بقى ازاي هنسوي كفته الحياتي. عارفين الصاج بتاع الفرن والشبكه؟ هم دول بستخدمهم عشان اسوي كفته الحياتي واشويها، مش اشغل لها الشوايه، بشغل لها الفرن. بصوا بقى يا جماعه الطراوه والمسكان، بصوا قد ايه متماسكه، بتمسك معايا في التصبيع. بعملها بالظبط بنفس طريقه الحياتي، ببل ايدي
بسيط جدا من كل الخلطه اللي احنا عملناها، وبقعد اعجن في اي حته. انا حته كفته كده باخدها بقعد اعجن فيها شويه قبل ما احطها عندي هنا. ده يعني عارفين الشوبستيكس اللي الولاد بياكلوا بيها الاكلات الصيني دي اللي بستخدمها وبعمل بيها الكفته. شايفين عامله ازاي متماسكه ازاي، وما بدخلش بقى عندي الشوب ستيكس دي الفرن، لا انا بطلع الكفته برصصها على الشبكه زي ما انتم شايفين كده. الفرن بقى عندي لازم يكون سخن قبلها مش اقل من تلت ساعه. بشغل الفرن مش شوايه. هنعمل ايه بقى؟ هنعمل سلطه المطاعم يا جماعه، سلطه الطحينه الخطيره اللي بنبقى عايزين ناكلها حاف من كتر حلاوتها. عباره عن رغيف بلدي كامل عليه بقى شويه اضافات، ملح وفلفل اسود وكمون، اكيد الخل، وكمان هحط بقى عصير 3 ليمونات، وطبعا الثوم. واخر حاجه عندي هنا بقى معلقتين طحينه اللي هتديني اكتر من لتر طحينه. وبعدين بقى بحط الميه السخنه وبالهاند بلندر بقى وبضرب كل ده. تعالوا بس كده النظره نبص على الكفته، يا نهار ابيض على الحلاوه. شايفين الطراوه يا جماعه؟ شايفين التماسك؟ نرجع تاني للطحينه بتاعتنا ونضربها بقى بالهاند بلندر لحد ما نوصل لقوام كريمي يجنن والطعم خطير خطير. نحطها بقى في طبق التقديم، وبصوا ادتنا كميه عامله ازاي. ده لسه كمان في البوله الكبيره كان لسه فيه منها. تعالوا بقى اوريكم القوام الخطير. عايزه اقول لكم ان هي لما هتبرد كمان هتتقل اكتر. الكفته عندي طلعت متماسكه ما كشتش زي ما قلت لكم، خطيره. الطراوه فيها باينه وواضحه. تعالوا بقى بصوا القطمه، بصوا الطراوه، بصوا اللمعه. ما تستهونوش باي حاجه عملناها عشان تاخدوا النتيجه دي. ولان الاكل مزاج، فانا مزاجي بقى في كفته الحياتي ان انا اروح اقسم الرغيف نصين واعمل احلى صاروخ، وبعدين بقى ابل فيه وسك الغلابه وكمان سلطه خضراء زي ما عملناها. ويا سلام عليها بقى بسلطه طحينه المطاعم. الله، انا متاكده ان انتوا لو جربتوا السفره دي النهارده هتتبسطوا جدا وهتبسطوا كمان كل حبايبكم. يلا بقى جربوها وهستنى رايكم. كل سنه وكلنا طيبين.